ولا لحمة ولا فراخ. ست البيت الشاطرة اللي تعدي اليوم كده ايه بالموجود. طلعي اي حاجة عندك كده في التلاجة، في الدولاب، اي حاجة في دولاب المطبخ يعني، وهتعمليها هتعدي بيها اليوم. النهارده بقى يا بنات هعمل شوية عدس بطريقة حلوة قوي وسهلة جدا. عدس اصفر. فخليكي معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه، هف عليا قوي العدس، ما عنديش لحمة وما عنديش فراخ، فقلت لا، هو ده اللي انا هعمله. بجد وجبة حلوة جدا ومغذية طبعا، فوائدها كتير. فهنعمله بقى بطريقة حلوة وشوية مخلل لفت كده. بصي، وكسري العيش الناشف بقى ايه واضربي. ويا سلام لو في بصل اخضر، ولكن انا للامانة ما كانش عندي بصل، ولكن قليت بقى شوية بدنجان كده وملحتهم. بجد حلوة قوي. تابعي معايا الفيديو وان شاء الله الفيديو هيعجبك، هيديكي طاقة كده ايجابية اللي انت تقومي تخلصي اي حاجة وراكي كمان. لاني الروتين النهاردة في المطبخ، يعني هظبط المطبخ. غسلت البوتاجاز اول حاجة قبل ما اعمل عليه الاكل، فاتعودي دايما اللي انت بوتاجازك يكون نضيف قبل ما تطبخي. خلاص، ما تقوليش لا لما اخلص هغسله بقى بالمرة، لا، ما انصحكيش بكده. تمام. بوتاجازك يبقى زي الفل. حطي الحله. بصي يا بنات، ده نص كيلو عدس اصفر غسلته وصفيته، نزلت بيه في الحله بتاعتي. خرطت بصلايه كده قطع عاديه، يعني على 4 كده كده. كل ده هيتهرى. حوالي 4 فصوص توم، طماطمايه، وحطيت جزرايه. الجزر ده يا بنات كان متفرز. وحطيت شويه بابريكا ومعلقه كركم وملح لا، ما حطيتش ملح يا بنات، الملح بحطه في الاخر. حطيت كمون وفلفل اسود، يبقى كمون وفلفل اسود وكركم. وبطاطسايه طبعا مقطعاها كده على 4 وحطاها، ونزلت بالميه المغليه. خلاص. يبقى طماطم وبصل وتوم وجزر وبطاطس. من كل حاجة حاجة واحدة بس. التوم حوالي 4 فصوص. هسيب بقى الكلام ده كده ايه يغلي كله كده مع بعض ويستوي، وتلاقيه ايه اتهرى معاكي. ما بيقعدش كتير طبعا على النار. العدس بيستوي بسرعة، يعني ربع ساعة كده، تلت ساعة بالكتير. هتلاقيه استوى معاكي. تمام. انا كده خلاص يا بنات سبته على النار. تعالوا بقى ايه، في شويه مواعين كده. اليوم ده كنت صاحيه متاخر. فانتوا عارفين لما بصحى متاخر اهم حاجه واول حاجه ببدا فيها الغدا، وبعد كده بدخل ايه على بقيه المطبخ. ولكن بقى لو صاحيه بدري، لا، انا بحب اشطب المطبخ الاول وبعد كده اعمل الغدا. المهم بقى يا بنات، على ما العدس يستوي معايا، تعالوا بقى ايه نغسل المواعين دي كده ونشطفها مع بعض ونفضي الحوض. خلاص. طول ما احنا واقفين في المطبخ، ايدينا في كل حاجه في المطبخ. عارفين لو ما فيش مواعين، امسحي الميكروويف، خدي رف كده ظبطيه. مش لازم تشقلطي المطبخ كله مره واحده وتنضفيه. يعني انا عايزه اقول لكم اليوم ده مسكت التلاجة غسلتها كده وظبطتها، ولكن ما صورتهاش بصراحه يعني. بس يا بنات عشان ايه الشغل ما يبقاش تقيل عليكي وتتعبي، فالافضل ان انت حاجه حاجه. يوم اغسلي ميكروويف، يوم امسحي الدواليب المطبخ من بره، يوم ظبطي ضرفه الدولاب اللي فيها الحلل، اللي فيها البقوليات. يعني انتوا فاهمين طبعا انا عايزه اقول ايه. المهم بقى ايه يا بنات، تعالوا كده ايه هغسل بقى الرخام واغسل الحوض. كده خلاص المواعين عندي خلاص تمام. خلاص. كل ده يا بنات العدس على النار. اوعوا تنسوه، ها، لا يشيط مننا. بس طبعا بتقلبيه، ولو محتاج ميه بتزودي شويه ميه علشان ما يلزقش معاكي. بس كده خلاص كل حاجة عندي بقت زي الفل. هنا البخاخ بتاعي بقى حبايب قلبي الجداد معايا. البخاخ ده يا بنات كلوريكس ألوان ومية وخل. تقدري تبدلي الكلوريكس الألوان بديتول، تقدري تبدلي كلوريكس الألوان بصابون مواعين اللي هو الصابون السائل ده. خلاص. طبعا حبايب قلبي اللي معايا بقى من الأول حفظوا خلاص البخاخ ده بنحط فيه ايه وبنعمل بيه ايه. طبعا اللي مش عارف انا بنضف بيه ايه، بنضف بيه الرخام، بنضف بيه الاسطح من بره كلها، ممكن التلاجة، ممكن الميكرويف من بره، دواليب المطبخ. فاهمين. فالبخاخ ده بجد عظيم جدا، والبوتاجاز طبعا كمان. لو البوتاجاز بتاعك مش محتاج غسيل اللي هو الغسيل العميق ده، ترشي كده رشتين من البخاخ الجميل ده وتلمعيه كده في فوطه ناشفه، هيبقى معاكي زي الفل. المهم يا بنات، جيت هنا على الرخام، هبتدي بقى ايه المعه كده بالبخاخ. بصوا، في لحظه بيبرق بجد والله العظيم. اختراع البخاخ ده، اختراع. المفروض يبقى ايه موجود عندك على طول كده، يبقى في المطبخ تعملي بيه الاسطح، وتقدري كمان تعملي بيه الحوض بتاع الحمام وكده والبانيو، بيبقى زي الفل معاكي.
خلاص كده يا بنات ايه، لمعت بقى الكونتر عندي كده، وحطيت بقى ايه كل حاجه كده رجعتها مكانها، والمطبخ ابتدى ايه يبقى زي الفل كده حواليا. كل ده ايه على ما العدس. تعالوا بقى يا بنات نشوف ايه العدس إيه استوى ولا ايه. هنا انا ولعت النار دي ليه يا بنات؟ بصوا صدعت بجد. كنت قايمه مصدعه عشان كنت صاحيه متاخر، فقلت اعمل لي بقى ايه فنجان قهوه كده اشربه، وبعدين نكمل العدس مع بعض. كده خلاص استوى، انا هطفي عليه وهرجع له تاني. عارفين حبيت افصل كده بصراحه، قلت لا انا هشرب لي فنجان قهوه وبعدين هدخل اكمل كده الشغل، كده كده ما بيخلص. فلا حاولي تدي نفسك كده ايه بريك بسيط. شربت القهوه يا بنات، رجعت بقى تاني بالهاند بلندر كده. خلاص العدس بتاعي استوى. لو ما عندكيش هاند بلندر يبقى في الخلاط، بس لو هتعمليه في الخلاط لازم العدس يكون بارد، اوعي تعمليه وهو سخن في الخلاط، خطر جدا. تمام. وانت بقى لو عندك هاند بلندر عادي وهو سخن عادي اضربيه كده، وحاولي بس ايه يعني ما تخليش الهاند بلندر يوصل للقاع بتاع الحله علشان ما تتخربش معاكي. فرمت بصلايه يا بنات، هنا حطيت بقى حته سمنه كده حلوه، ممكن سمنه وزيت، ونزلت بالبصلايه بتاعتي هحمرها. في بيحطوا طبعا، انا ظبطت الملح يا بنات اهو. هحط بقى شويه ملح لاني انا ما حطيتش ملح وهو بيتسلق، فانت ما تحطيش ملح وهو بيتسلق. وحطيت شويه فلفل اسود، وبعد كده هحمر البصله. في بقى ايه يعني انا بحمر البصله وبعدين احطها على العدس تغلي غلوه وخلاص. تمام. في بقى بيحمروا شعريه، فزي ما انت عايزه، ولكن انا بستكفى بالبصل بس. كان عندي يا بنات في التلاجة البدنجان العروس ده، بس فنضفته وقلت اقليهم بقى كده في الزيت وهملحهم يعني. بصوا هنا البصله عندي اهي اتحمرت، حطيتها بقى على وش العدس. بصوا شامين بجد والله العظيم حلو جدا، حلو جدا. وعارفين بيدفي في الشتاء، بيدفي طبعا، وفوائده كتير جدا، مش محتاجين بقى ايه اللي انا اتكلم على فوائده. خلاص هنا بقى ايه حطيت مكعبين زبده، ويا سلام بقى لو عندك حته سمنه بلدي كده، سمنه فلاحي، حطيها على وش الحله. بس انا ايه للامانه ما عنديش، فالموجود برضو، الموجود عندي مكعب زبده كده او مكعبين، رحت ايه حطاهم. هنا يا بنات خلاص قليت البدنجان اهو. إيه بحشيه ايه يا بنات؟ ده توم، هرسته كده في الهون، توم، وحطيت عليه ملح وكمون وشطه اللي هي ريسة الشطه، وخل وليمون. خلاص يبقى توم وملح وشطه وكمون وخل وليمون. وابتديت ايه املح كده البدنجان، حطيت رشه زيت كده على الوش، وده يقعد في عندك في التلاجة اسبوع اسبوعين ما يحصلوش اي حاجه. خلاص بصوا بقى كده، خلاص العدس عندي خلص، وهحط البدنجان كده في الطبق. تعالوا بقى ايه نغرف العدس. شامين ريحته يا بنات، والقوام بتاعه حلو جدا. وانتي بتعمليه لو حسيتي بعد ما هرستيه لقيتيه خفيف، تقدري تزودي بطاطسايه تاني، اسلقيها كده لوحدها وانزلي عليها بالعدس البطاطسايه، واعمليه تاني بالهاند بلندر، هيتقل معاكي لو هو خف منك يعني. ولكن انا طالعه معايا مظبوط جدا، وطعمه حلو قوي مع شويه لفت بقى. بصوا يا سلام لو في بصل، ما كانش عندي بصل اليوم ده، فانا قلت لا انا النهارده مش هشتري حاجه، كله من البيت. عصرت بقى ليمون يا بنات، وعيش ناشف. كسري بقى كده لو انتي بتحبي تعملي فتة يعني، كسري بقى وكلي. بصوا عايزه اقول لكم طعمه فظيع بجد، جربوه بالطريقه دي هتعجبكم جدا. ده الفيديو يا بنات بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبك لايك واشتراك في القناه، لو مش مشتركه فعلي الجرس للكل علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.